ينقسم للناس لاثنين. واحد يستشعر فعلا، مش يستشعر يعني يبقى موقن، لا، لما نترجم الاحداث بعد وفاته دي، الله، ازاي انه يتذكر بنت عمته ولا ابن خاله اللي ما زاره من سنتين، راح زار ابن خاله، وراح حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح زار شهداء احد وصلى عليهم مره اخرى، صلى عليه كانما يودعهم، وبعدين لم يذهب الى المكان مره اخرى وانتقل للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. يعني استشعار بعض المؤمنين بمساله الموت، انه يبتدي كانما رب العباد ارسل اليه ملكا في اواخر ايامه، لانه عاش طول حياته حياه طيبه الى حد ما، مستقيمه الى حد ما، بينه وبين الله يعني سبحان الله العظيم عمران زي ما بيقولوا او عمار. فسبحان الله هذا الانسان الله يعطيه كانما يلهم الخير، يبتدي يكتب وصيته، يراجع حساباته، يوصي اولاده، سبحان الله، يبقى بدا يستشعر حلاوه الصلاه، بدا يمسك في المصحف كده بدا سبحان الله يقول لا لا لا, لا المال ده مشكوك في امره انا هطلع، وهكذا سبحان الله. هذا انسان قد اراد الله به خيرا، فكانما ارسل الله اليه في اواخر ايام ملك الهمه وارشده، فيموت على خير حال، فيقول الناس رحم الله فلانا لقد مات على خير حال. واحد تاني والعياذ بالله اخر ايامه يبعت له شيطان يغويه ويضله. انا اعرف ربنا يعافينا جميعا ويحسن لنا خاتمتنا. كان في مطربة مشهورة ظلت تنازع شهورا يعني في الموت سبحان الله، فاوصت وقالت ائتوني بطبلة، هي مطربة، فبدأوا يطبلوا على الطبلة وخرجت روحها على أنغام الطبلة. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.